ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ طبعا في الفيديو دوت هنعمل الانيميشن الجديد ده. هو طبعا مش صعب ااطلاقا، هو بس في كمية تفاصيل صغيرة، ويبقى ان شاء الله الموضوع سهل. ما تنساش اللايك، ويلا بينا نبدأ. الكومبوزيشن طبعا هيبقى 1920 في 1080 و60 فريم زي ما هو، وهنخليه لمدة 5 ثواني. ندوس اوكي. طبعا اول حاجة هنعملها الباك جراوند. هنيجي هنا عند النيو ونختار السوليد ونخليه زي ما هو كده اسود. بعد كده نضيف له جراديانت رامب. هنيجي هنا نخليها راديال ونخلي اللون الاسود كده في النص، نغير لونه نخليه احمر غامق. ناخد اللون ده كوبي ونخلي اللون الابيض دوت احمر، بس هنقل بقى درجته، هيبقى بالشكل ده. بعد كده هنيجي عند الاريزر تول ونرسم هنا دايره سنتر انكر بوينت. هنيجي هنا عند الشيب، نروح عند لاير ستايلز ونختار جريدينت اوفرلاي. بعد كده هننزل عند الاوفرلاي نعمل له اديت بالظبط كده. هنخلي الاسود ده الناحيه هنا نخليه احمر، بس هنخليه بقى غامق بالمنظر ده، ونغير بقى الانجل شويه بالزاويه دي. بعد كده هنعمل له دوبليكيت. بعد كده هنسميه هيد 1، نعمل له دوبليكيت، بس المرة دي احنا هنخليه لونه اسود تماما، وهنشيل منه جرادينت. وهنيجي على هنا هنضيف له لايت سويب. نخلي كده، هنشيل السويب انتنسيتي ونعلي الايدج ونعلي الويدث حبة حلوين قوي بالمنظر ده. بعد كده هنضيف عليه ديب جلو ونشيل السواد، نضغط هنا على الريكوايرد ويبقى معانا بالمنظر ده. طبعا هنعمل لهم دوبليكيت، خلي كده نعلم عليهم وننزلهم تحت. هنيجي عند السكيل ندوس اس. بعد كده هنشيل اللينك. بعد كده هنحاول نعمل شكل الجسم بتاعت الشخصية، نخليها كده نطولها شويتين ننزلها تحت، طلعتوها بالشكل ده. بعد كده هنغير اساميهم. نيجي هنا ندوس انتر نكتبها بادي واحد، وانا برضو نفس الكلام. ممكن نيجي عند الهيد ونعلي شوية السكيل كده منظرها احسن. بعد كده هننقل على الحتة اللي بعدها العينين. هنيجي تاني عند الإليبس تول وترسم عين بالشكل ده سنتر انكر بوينت، وتخلي لونها ابيض، تعملها دوبليكيت تغير مكانها يبقى بالشكل ده. تغير بقى الاسامي، تكتب اي واحد واي اتنين. بعد كده انت ممكن تضيف للعين ديت ديب جلو، تقعد الاكسبوجر شوية، تعلي الراديوس، تاخدها كوبي تنزل على العين التانية. نحاول نقللها شوية. تمام، ناخد الافكت دوت كوبي وننقلها للعين التانية. المنظر ده حلو. بعد كده طبعا هنجيب كل دول ونعمل لهم بري كومبوز. الشورت كات بتاعه كنترول شيفت سي، نسميه بيرسون. هندخل هنا بقى على البري كومبوز ونبدأ بقى ايه نحرك الشخصية براحتنا. طبعا عشان ما نحركش كل حاجة لوحدها ونبدأ نضيع وقت، فاحنا هنختصر الطريقة بحركة كده حلوة. هنربط العين التانية بالأولى، والعين الأولى هنربطها بالهيد، والهيد ده يبقى كله كده ماشي مع بعضه. احنا ممكن نرتبها، نخلي الهيد فوق، نغير ألوانهم شوية. بعد ما ربطناهم كلهم ببعض هنبدأ بقى ايه نغير الألوان بتاعتها. نخلي مثلا العينين نخلي أورنج، والهيد نخليه مثلا جرين عشان نعرف كده نفرق ما بينهم. بعد كده هنيجي عند العين الأولى والهيد الأولانية نفتح لهم مع بعض البوزيشن، نعمل لهم كي فريم، نعدي ثانية ونحركها حاجة بسيطة كده. هتحس دلوقتي إن العين بتتحرك مسافة زيادة مع الدماغ بتاعته، فتبقى بالمنظر ده. نعلم على الكي فريم، ندوس F9، تعمل له ايز. نيجي هنا في الجراف اديتور ونزق الجراف كده ورا شوية. بعد كده هتعلم على الكي فريم تاني علشان حركة تانية جديدة. بعد كده هتنقل شوية قدام، هتاخد الكي فريم الأولانية تنسخها هنا وتبدأ تحركها بقى لفوق شوية، يبقى بالمنظر ده. بعد كده نفس الكلام، هتيجي هنا تعمل له كي فريم تانية وتاخد الحركة الأولانية برضو تعمل لها كنترول في هنا، بس المرة ده نخليه يبص ناحية اليمين، ننزلها حاجة بسيطة شوية. طبعا هنرجعها تاني زي ما كانت، خلي الهيد تحت البادي ويبقى معانا بالمنظر ده كده، يبص لفوق بعد كده يروح على اليمين. نطلع بقى برا، نعمل بقى ايه الشكل اللي كان بيطلع زي البيمنت. هتيجي هنا عند الريكتانجل سنتر انكر بوينت، هتيجي عند الريكتانجل باس وتعلي راودنس شوية كده، يبقى بالمنظر ده. بعد كده هنخليه باللون الاسود ونضيف عليه لايت سويب، هيبقى هنا، ونعلي الايدج شوية ونعلي الويدث حبة حلوين كده، ونقلل السويب انتنسيتي شوية، تبقى حاجة زي كده، هيبقى معانا بالمنظر ده. هنيجي هنا بعد ما نكون ساعتها سنترنا انكر بوينت، هندوس كنترول شيفت سي عشان نعمله بري كومبوز، هنسميها بيمنت 1. طبعا تتسنتر هنا، نرجع هنا برا نوديها هناك تاني، نظبط مكان اللايت سويب تبقى هنا زي كده، ونشيل الجريد عشان تبان اكتر هنا. بعد كده هنجيب عند التكست نكتب هنا payment receive، نخلي مثلا كده heavy، نقرب عليه شوية هنا ونخلي كده ونسنتر anchor point. بعد كده هندوس كنترول دي
السلعة تحت، بدل ما تبقى هيفي هتبقى اكسترا لايت. ونكتب بقى اي حد دفع لك كام، نكتب احمد مثلا بعت مثلا نقول $400، ونصغرها كده شوية، ونسنتر انكر بوينت تكون بالمنظر ده. هنضيفه هنا، ندوس شيفت نعلم على السايز بتاعه، وندوس شيفت عشان يصغر معانا مثلا يبقى بالحجم ده، ونودي كده. ممكن نصغره كمان شوية. لما نيجي نطلع هنلاقيه ظهر بالشكل ده. بعد كده هنكمل برضو نفس الطريقة مع التالتة. طبعا انا جيت هنا حطيت اللوجو بتاع ابورك، هنا طبعا ظهر باللون الاسود. عشان نعدله هنيجي هنا نختار تنت، نغير اللون الاسود طبعا نخليه باللون الاخضر، ونثبت مكانه يبقى هنا. وبس كده خلاص التلاتة هيبقى شكلهم بالمنظر ده. بعد كده هنبدأ بقى نعمل لهم انيميشن. لحظة لما هو يجي يبص هيظهر لفوق. طبعا نيجي عند البوزيشن نعمل هنا كي فريم، ندوس حرف التي عشان نطلع اوباسيتي كي فريم. بعد كده ندوس حرف اليو ننقلهم هما الاتنين قدام. بعد كده نخليها على الصفر وننزله تحت، نعمل الاتنين ايز ونخش على الجراف اديتور ونرجعه ورا بالمنظر ده. يبقى اعمل كده وهنعمل نفس الكلام على الباقي. طيب بعد ما خلصناه نرجع بس نغير حاجة بسيطة في الكومبوزيشن اللي اسمه بيرسون. طبعا هنعلم على الكيفريمات كلها ونخش على الجراف اديتور هنلاقيهم بالمنظر ده. نعدل بس حاجة بسيطة هنا نخليه كده ويبقى معانا بالمنظر ده. بعد كده هنرجع تاني ونلعب شوية في شكل العينين بتوعه. نعلم على العينتين الاتنين وندوس اس عشان نطلع السكيل ونغير، نشيل اللينك بتاعه. هنعلم على العينتين الاتنين ونفتح السكيل ونشيل اللينك منهم. وطبعا اللي احنا هنغيره بس مع العين الاولانية عشان التانية مربوطة بالاولانية. هنيجي هنا نفتح كي فريم كده نطلع قدام شوية. بعد كده نخليه هنا على الصفر. بعد كده نيجي هنا ننسخ الكي فريمية دي ونطلعها قدام. احنا ممكن بقى نعمل حركة حلوة نعلم عليهم كلهم وندوس ال ونسحبها كده لقدام بالمنظر ده. بعد كده ممكن نيجي كده وننسخها هنا بالمنظر ده بحيث انه يفتح هنا ويقفلها اكتر من مرة. ممكن نيجي هنا عند العين والهيد نعمل له كي فريم كمان ونطلع قدام شوية ونرجعه زي ما كان بالمنظر ده. نخش على الجراف اديتور نيجي هنا ونعمل ايز كده. طبعا اخر حاجة هنعملها اللي هو هنطلع الكاميرا. نيجي عند النيو ونختار الكاميرا وندوس اوكي. ندوس اوكي هنخليهم طبعا كلهم 3D بالمنظر ده. طبعا هنطلع نول اوبجكت هنسميها كاميرا كنترول ونخليها برضو 3D، وهنربط التانية بالنول اوبجكت نغير لونهم نخليه مثلا اكوا. بعد كده هنبدأ بقى نتحرك معاها. نفتح البوزيشن هنا نعمل كي فريم، اول مرة تتحرك هنا نعمل زوم شوية ونخليها بالمكان ده. تيجي هنا نعمل ايز نعملها كده. ممكن نمد شوية الكي فريم. تمام حلو اوي. بعد كده هنعمل لها دوبليكيت ندوس يو نشيل الكي فريم القديمة ونربط كاميرا كنترول الأولى بالتانية. بعد كده هنعمل هنا كي فريم ونطلع شوية بحيث أول ما نبص فوق نغير مكانها، نطلع ورا نطلع لفوق ونظبط مكانها بالمنظر ده. نعمل كي فريم نعمل ايز ونخش على جراف اديتور ونرجعها ورا بالمنظر ده. نعمل الكام كنترول 2 دوبليكيت تاني نشيل الكي فريم القديم ونربط التانية بالتالتة. بعد كده هنعمل هنا كي فريم نطلع قدام شوية نبدأ نتحرك معاه بالمنظر ده ايز وجراف اديتور ونحركها بالمنظر ده. وفي اخر واحدة هنعمل لها دوبليكيت تاني ونربطها نشيل القديمة نعمل كي فريم نطلع قدام شوية نبدأ نعمل زوم لبره ونبدأ بقى نظبطها ايه بالشكل ده ونعمل هنا بجراف اديتور بالشكل ده. بعد كده نيجي يلا نشوف النتيجة. لو انت عايز تضيف حاجة بسيطة انت ممكن تعمل عليهم كده كلهم موشن بلور وهتطلع احلى بكتير. وبما انك بقى وصلت لاخر الفيديو ما تنساش اللايك واشوفكم في الفيديو الجاي.